Hello Prep 1 students. بعد ما اتكلمنا عن الإلكتريك فورس والمagnetic فورس، هنتكلم في lesson 3 عن الجرافيتيشنال فورس. وطبعا مشهورة جدا القصة بتاعت إيزاك نيوتن لما كان قاعد تحت الشجرة والشجرة وقعت تفاحة، فمسك التفاحة كده وبدأ يفكر اشمعنى التفاحة وقعت في الدايركشن ده بالذات، ليه ما اتحركتش في other directions. ومن هنا استنتج نيوتن إن في فورس بتاكت on الأبل دي، مش بس الأبل، on all objects exist on earth، والفورس دي هي السبب في الموفمنت of apple in this direction، وهنسميها Earth's gravitational force. طبعا the Earth's gravitational force causes all objects to fall downward in the direction of the Earth's center. يعني الفورس دي بتعمل اتراكت لكل الاوبجكتس اللي موجودة على الأرض، والدايركشن بتاع الفورس دي بيبقى towards the center of the earth. وكمان الإفكت of Earth's gravitational force بيبقى على كل الماتيريال objects within space or area surrounding the earth refers to Earth's gravitational field. طبعا كلمة field مش جديدة علينا، احنا عرفنا يعني ايه field، وان هي بتبقى space surrounding الأرث. بقى بما ان احنا بنتكلم عن الجرافيتيشنال فورس، فهي area حوالين الأرث بيبدأ يظهر فيها الإفكت بتاع الاتراكشن فورس بتاعت الأرث. وطبعا الأرث's gravitational field بنعبر عنها بلاينز، واللاينز دي بتindicate الدايركشن، وأكيد هتبقى مرسومة بالشكل ده زي ما قلنا towards the center of the earth. تعالوا بقى نقول 3 definitions اللي احنا قلناهم دول بالترتيب. أول حاجة Earth's gravitational force. It is the force that pulls or attracts all objects downward towards the center of the earth. والsecond definition اسمه Earth's gravitational field، وهنقول إن هو the space in which Earth's gravitational force affect materials object. وتالت definition معانا Earth's gravitational field lines، وهي lines that represent Earth's gravitational force. إيزاك نيوتن مش بس قال إن في attraction force للأرث، ده كمان discovered that all material objects in the universe attract each others. يعني أي two bodies موجودين في اليونيفرس، في الكون اللي ربنا خلقه ده كله، أي two bodies لازم يكون في ما بينهم attraction force. لو سألتك إيه السيميلاريتي بين الأرث's gravitational force والمagnetic force أو الإلكتروستاتيك فورس، فالحاجة اللي بتجمع الثلاث حاجات دول بصراحة مع بعض هي الفيلد فورس. يبقى أنا دلوقتي هعمل كلاسيفيكيشن للفورسز into two types. النوع الأولاني اسمه field forces، والفورسز دي علشان تظهر هي بتظهر في الفيلد اللي بيسراوند الأوبجكت اللي أنا بتكلم عليه ده. يبقى الفيلد فورسز هي forces that act on objects over a certain distance without touching. يعني الاتراكشن اللي حصل في الالكتروستاتيك كان في السبيس اللي بتسراوند ايه البارت اللي عملنا له تشارج. ونفس الموضوع بالظبط بالنسبة للماجنت وبالنسبة للجرافيتيشنال فورس، يبقى بيحصل without touching. لكن النوع تاني من الفورس اسمه contact forces، ودي الفورسز that act on objects برضو، لكن when they touch each others لازم يحصل ما بينهم touch. زي ايه مثلا؟ زي الكوليجن فورس. يعني ايه كوليجن فورس؟ دي جت نتيجة ان حاجتين خبطوا في بعض، حصل تصادم ما بينهم. تفتكر التصادم ده ممكن يحصل وهم بعيد عن بعض في الفيلد اللي حواليهم؟ اكيد لا. عشان كده الكوليجن فورس من انواع الكونتاكت فورسز. وزي كمان الفريكشن فورس. الفريكشن فورس لو انا احتجت ان انا اقوم ازق مثلا الديسك مسافة معينة او الكرسي او اي حاجة انا محتاجة احركها، فعشان احركها اكيد هيحصل فريكشن. فالفريكشن فورسز برضو من الفورسز اللي بتحصل بالكونتاكت. وكمان الالاستيسيتي فورس لازم بتحصل بالكونتاكت. يبقى تاني كده الفرق او الانواع بتاعه الفورسز ممكن تبقى فيلد فورسز وممكن تبقى كونتاكت فورسز. في الفيلد فورسز هي forces that act on object over a certain distance without touching، هي دي الحاجة المميزة معانا. لكن الكونتاكت when they touch each others لازم يحصل ما بينهم contact، وده السبب اللي خلاني أسميها contact force. نرجع بقى تاني للإيرث's gravitational force اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة في درسنا، ونتكلم عن تايتل مهم كده بيقول لي mutual gravitational attraction force between two objects. احنا قلنا ان نيوتن قال
إن أي two objects هيبقى فيه ما بينهم attraction. الاتراكشن فورس دي بتبقى mutual. يعني إيه mutual؟ يعني حاجة مشتركة ما بينهم هما الاتنين. فأي two objects أو أي two masses موجودين عندي، الميوتوال فورس أو الميوتوال attraction فورس اللي ما بينهم دي depend on two things، بتعتمد على حاجتين. أول حاجة بتعتمد عليها الماس of two objects أو الماسز of two objects. يعني مثلا لو عندي two objects في الصورة اللي قدامنا الأولانية دي وعملت لهم compare بالفورس اللي ما بين التو objects اللي في الصورة التانية دي، أكيد الاتراكشن فورس ما بين التو objects الأولانيين هيبقى greater than التو objects التانيين، والسبب في ده difference in their masses. يبقى الماس is the first factor that depend on the mutual force between two objects. طيب إيه اللي يحصل لو أنا عندي نفس التو ماسز دول مرة في الصورة الأولانية كانوا قريبين من بعض، والصورة التانية نفس التو ماسز قد بعض بالظبط لكن بعيد عن بعض؟ ففي الحالة دي الفاكتور اللي موجود معايا هو الديستنس. فيبقى الديستنس ما بين السنتر of two objects هو الفاكتور أو السكند فاكتور affecting on the mutual gravitational attraction between two objects. وطبعا الصورة الأولانية هيبقى فيها الاتراكشن greater than السكند، والفرق المرة دي ليه علاقة بالديستنس. فنقدر نعمل conclusion اللي احنا قلناه مع بعض دلوقتي ده في نقطتين. النقطة الأولانية بتقول لي إن الجرافيتيشنال فورس دي increases as the masses of the two objects increase. كل ما التو objects الماسز بتاعتهم تزيد كل ما الميوتشوال فورس اللي ما بينهم هتزيد. وكمان الجرافيتيشنال فورس دي increase as the distance between the center of two objects decreases. يعني كل ما نقلل المسافة ما بين التو objects اللي يحصل للفورس تزيد، وكل ما نزود المسافة ما بين السنتر of two objects اللي يحصل للفورس تقل. النقطة التانية بنقول فيها إن الجرافيتيشنال فورس دي هي mutual force between two objects act on them by equal magnitude and opposite direction. equal magnitude معناه إن القوة اللي موجودة ما بين الجسمين دول هي رقم ثابت بالنسبة للجسم الأول وبالنسبة للجسم التاني، لكن opposite direction لأن كل واحد اتجاه الاتراكشن بتاعه مختلف according to الفيلد واللاينز اللي احنا اتكلمنا عليها من الأول. فنقول كده الجملة تاني لأنها مهمة جدا، إن الجرافيتيشنال فورس هي mutual force between two objects acting on them by equal magnitude but in the opposite direction. نتيجة بقى للميوتوال فورس اللي احنا اتكلمنا عليها دي هيبدأ يظهر شوية حاجات تعالوا نعرفها مع بعض. أول حاجة مثلا هنعرفها مع بعض اسمها بلاك هول. البلاك هول هو region in the space، يعني ده مكان موجود في الفضاء formed due to the collapse of massive star. يعني كان في نجم بس النجم ده كبير قوي وحصل له collapse، يعني حصل له انهيار وما بقاش بيشع ضوء زي بقية النجوم، وبناء عليه بقى موجود في شكل بلاك هول. العلماء بقى اكتشفوا أو الساينتست discovered that this region in the space المكان ده with immense gravity عنده قدرة هائلة على الاتراكشن لدرجة إن اللايت cannot escape from them، يعني حتى بيقدر يعمل اتراكت لللايت، وده من الامباكتس اوف جرافيتي في حاجة اسمها بلاك هول. طيب الحاجة التانية إن الجرافيتي ده بيسبب فينومينا اسمها تايدز. لو رحنا المكان كده في كندا اسمه باي اوف فان داي هنلاحظ إن في تايدل فينومينا، يعني في وقت من اليوم بيبقى فيه مية زي ما احنا شايفين كده، وفي وقت تاني بيبقى فاضي والأرض باينة ما بتبقاش covered بالووتر زي ما احنا شايفين في الصورة التانية. والحقيقة إن الموضوع ده ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة بالمون. إيه اللي جاب المون في الموضوع وإيه علاقته بالأرض؟ نتيجة لوجود attraction force ما بين المون والإيرث، تفتكروا مين الحاجة السوفت اللي تقدر تتحرك بسهولة مع قوة جذب المون للإيرث؟ الووتر اللي بيكفر تقريبا 70% من الإيرث سيرفيس، فهو ده اللي بيبدأ يتحرك بناء على حركة القمر. ففي الصورة اللي قدامنا دي التايدز occur periodically and regularly twice daily once every 12 hours. يعني المنظر ده بيحصل مرتين في اليوم، والتايدز are at their peak أو المية دي بتبقى في أعلى مستوى ليها، بتبقى highest elevation of water waves إمتى؟ when moon is either new moon or full moon، يعني الوقت اللي المون فيه بيبقى
نيو مون في أول الشهر أو بيبقى فول مون في نص الشهر. فتبقى التايدال phenomena it's a natural phenomena that occurs due to the gravitational attraction force between moon and earth. وده بيسبب إيه؟ causing periodic change in the elevation and recession of water in the seas and the ocean. يعني الحركة بتاعت التايدال phenomena دي بتسبب حركة elevation و recession، يعني ارتفاع وانخفاض للwater level in seas and the ocean. طب يا ترى الموضوع ده ليه أهمية في حاجة؟ أول حاجة it is used in generate electricity as a source of renewable energy. طبعا كده بسبب حركة الووتر، فاحنا هنستغل الموضوع ده في generating electricity بإن احنا نحط turbines، لما المية بتتحرك تحرك التوربينز وتديني electricity. وتاني حاجة naturally used to clean water bodies، يعني الحركة دي بتنظف المية زي الأوشن والسيز from impurities، يعني بتنظف المية من الامبيوريتيز. impurities يعني الشوائب اللي فيها. فبرضو من الامباكتس of gravity الأوربيتال motion، ده rotation of any object in the space around another central body. يعني ان يبقى في حد موجود في الفضاء او body موجود في السبيس بيوربت او بيروتيت around another central body. زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي المون بيوربت الارث، يعني المون بيريفولف around the earth in a fixed path or way. طبعا دي حاجة اسمها orbital motion، والorbital motion دي حصلت as a result of gravity. وكمان حركة الارث أو الموشن of earth around the sun is also due to gravity، وهي من الorbital motions. مش بس البوديز اللي موجودة في السبيس، ده كمان الساتلايتس that orbits earth أو rotate around the earth depending on earth gravitational force. يعني حركة الساتلايت اللي هو القمر الصناعي حوالين الأرض، فهو برضو بيوربت أو بيلف حوالين الأرض في مدار ثابت أو في مكان ثابت، وده due to أو as a impact of gravity. لو جمعنا بقى وقلنا إن ال impacts of gravitational force هتتمثل في إيه؟ فأول حاجة زي ما قلنا الphenomena of black holes، والoccurrence of phenomena of tides اللي هي الtidal phenomena، والorbital motion، وأهم حاجة فيهم كلهم the stability of all objects on earth. تخيلوا كده لو مفيش فورس بتعمل attract للobjects اللي موجودة على الارث هيحصل ايه؟ هيحصل ان البوديز هتفلوت in the space، هتتحرك في الفضاء ومش هيبقى في حياة اصلا على الارض. فالstability of objects وكمان الرينفول. تخيلوا كده لو مفيش attraction force toward the center of earth، الرينز لما تيجي الدنيا تمطر هو اصلا مش هيبقى فيه clouds ولا هيبقى فيه اي حاجة، لكن نتخيل كده لو الدايركشن ده في اتجاه تاني الرينز هتتحرك في اتجاه مختلف تماما. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أو من الأسباب كمان لوجود الحياة على الأرض هو وجود الجرافيتي، لأنها بتسبب الاستابيليتي of object والرينفول and all objects fall toward the earth. طيب لو جينا نبص على الصورة اللي قدامنا دي مين؟ دي الأتوم. إيه اللي جاب الأتوم عندنا دلوقتي؟ الأتوم دي فيها فورسز موجودة جواها واحنا هنتكلم عليها دلوقتي وهنناقشها. أول حاجة الإلكتروستاتيك أتراكشن فورس اللي بتبقى ما بين البوزيتيف نيوكليوس والنيجاتيفلي تشارجد إلكترونز. طيب دي احنا اوريدي عارفينها من الدرس الأولاني. في كمان إلكتروستاتيك ريبالشن فورس ما بين النيجاتيف تشارجد إلكترونز، يعني الإلكترونز اللي بتلف دي كلهم بيلفوا كده في الانرجي ليفلز، هما كلهم عندهم the same charge. نقدر نقول دلوقتي ان هيحصل ما بينهم repulsion. وفي كمان repulsion force ما بين ال positively charged protons اللي موجودين inside the nucleus. شايفين كل دي forces موجودة جوه الأتوم. وكمان في gravitational force ما بين النيوكليوس والإلكترونز، لكن هي بتعتبر weakest force compared to the electrostatic force. دلوقتي هنتكلم عن relation between weight and gravity. قبل ما نبدأ بقى نعرف الريليشن ما بين الويت والجرافيتي، أنا لازم أصلا أفرق ما بين الماس والويت. What is the difference between them؟ الماس هو ال amount of matter in the object. يعني لو أنا مثلا معايا شنطة فيها كتب، فالماس بتاعة الشنطة دي ليها علاقة بال amount of books inside this bag، يعني على قد الكتب اللي محطوطة جوه ده كده بيكسبرس الماس بتاعة الشنطة اللي معايا. أمال يعني إيه الويت بتاع الشنطة؟ يعني إيه كلمة ويت؟ فالويت هي الجرافيتيشنال فورس that earth exert on my bag، يعني الاتراكشن فورس
بتاعة الأرض للشنطة دي، هو ده الكونسبت أو هو ده مفهوم الويت. طيب احنا بقى قعدنا نجرب ماسز مختلفة ونحسب الويت بتاعها، نحسب الماس ونحسب الويت. لقينا ان الويت of an object increases as its mass increase، يعني كل ما نزود الماس بتاعة الباج كل ما الويت بتاعها يزيد. طيب وانتوا بتحسبوا الويت ازاي؟ قال لنا ان الويت في ريليشن كده هناخدها او في رول بنقدر منه نحسب الويت of any object by knowing its mass. يعني اقدر احسب الويت بتاع اي object بمعرفة الماس. weight equals mass times gravitational field intensity. الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي دي هي قوة الشد بتاعة الأرض لكل الباديز اللي موجودة على الإيرث، وهي تقريبا بتبقى فيكسد فاليو أو نسبة ثابتة بنعبر عنها دايما ب 10 نيوتن بير كيلوغرام. خلينا فاكرين دايما ان الرول ده هنستخدمه علشان نحسب بيه الويت of any object by knowing its mass، وكمان ممكن استخدمه بان انا اعرف الماس by knowing weight. وطبعا الحاجة اللي هتبقى ثابتة معايا طول الوقت اللي هي الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي هي 10 نيوتن بير كيلوغرام. طبعا الويت السيمبل بتاعه W والميجرنج يونت بتاعته نيوتن، الماس السيمبل بتاعه M والميجرنج يونت بتاعته كيلوغرام، والجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي السيمبل بتاعه G والميجرنج يونت نيوتن بير كيلوغرام. طيب نرجع تاني نفرق ما بين الماس والويت. دلوقتي الشنطة اللي معايا دي أنا لو اتحركت بيها من مكان للتاني على الأرض، طلعت بيها مثلا على جبل، هل الماس بتاعتها هتتغير؟ لا، لأن الماس related to الاماونت of books inside the bag، والاماونت ده ما اتغيرش، فخلاص الماس هتفضل معايا ثابتة. طب أنا خدت الشنطة بتاعتي دي وطلعت بيها على القمر، رحت في المون دلوقتي، هل الماس بتاعة الشنطة دي ممكن يتغير؟ لا برضو، لأن الماس related to the amount. هي هتتغير ليه؟ ما هو نفس عدد الكتب هو جواها، يبقى مهما اتحركت على أي مكان الماس of an object remains constant. يعني إيه؟ يعني doesn't change from place to another. تمام كده؟ طيب لو اتكلمت على الويت بقى، لو أنا طلعت على جبل عالي كده، وهل الويت بتاع الشنطة ده ممكن يتغير؟ تعالوا نرجع كده لشكل الإرث ونفتكر. إحنا قلنا إن الفورس أو الأتراكشن فورس بتتأثر بحاجتين، بالماس اللي إحنا لسه متكلمين عليها وبالديستنس. يعني إيه بالديستنس؟ يعني أنا لما اتحركت من السيرفيس اوف ذا ايرث للتوب اوف ماونتن، أنا كده عملت انكريز للديستنس ما بين الأوبجكت اللي هي الباج وما بين السنتر اوف ايرث اللي هم هيحصل ما بينهم اتراكشن. يبقى الويت هيحصل له إيه؟ هيحصل له ديكريز، هيقل. يبقى بالرغم من إن الماس فضلت ثابتة إلا إن الويت اتغيرت علشان الموضوع دلوقتي related لللوكيشن أو distance away from the center of the earth. طيب تعالوا ناخد الشنطة دي زي ما قلنا كده ونطلع بيها على المون، هل الويت بتاعها هيتغير؟ طبعا هيتغير. الويت هيتغير ليه؟ علشان المون gravitational attraction force، القوة بتاعة الشد بتاعة المون هتختلف طبعا عن الإيرث. تختلف عن الإيرث ليه؟ عشان الماس بتاعة المون أصغر من الماس بتاعة الإيرث، فطبيعي قوة الشد بتاعة المون هتبقى أقل من للشنطة، طبعا أقل من قوة شد الإيرث للشنطة. فنقول بقى الجملتين دول مع بعض علشان نفهم. The mass of object remains constant and doesn't change from place to another, while the weight of an object changes from one place to another. لو جات لي الجملة دي as a give reason هنقول because the mass is a fixed value, is a constant quantity, doesn't change, while weight of an object changes due to the difference in gravitational field intensity acting on it. تمام كده؟ دي مفهومة؟ النقطة التانية بتقول إن ال Earth's gravitational pull on objects greater than Moon's gravitational pull on them. الاتراكشن فورس بتاعت الإيرث أكبر من المون. ولو جه قال لي برضو على الجملة دي give reason هنقول because the gravitational field intensity of Earth is 6 times of that of Moon. يعني قوة شد الأرض 6 مرات أكبر من المون، طبعا علشان الماس بتاعة الإيرث 6 times الماس بتاعة المون. والنقطة الثالثة إن ال Earth's gravitational field intensity decreases as you move away upward from the Earth center. كل ما نطلع ونبعد عن السنتر of the Earth
الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتقل، وكل ما بنتحرك downward as we are moving closer to the center of the earth الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي will increase. طيب لو تخيلنا كده الويت بتاعت أي object في الأوتر سبيس، يعني لو احنا طلعنا الفضاء بقى بعدنا عن الفيلد اللي حوالين الإيرث ده وبقينا موجودين في السبيس، تفتكروا الويت بتاعنا يبقى كام؟ الويت هيبقى 0. ليه بقى؟ عشان احنا قلنا ان الويت معتمد على الاتراكشن فورس. في مين بقى في السبيس يعمل اتراكت علشان يسبب وجود الويت؟ فلو جه قال لي الويت of an object in outer space becomes 0 give reason، هقوله because there is no gravity in outer space، يعني الماجنتيود بتاع الفورس is 0. طيب ولو قلنا ليه الويت of an object changes from one planet to another في زي الكيس اللي احنا قلنا عليها بتاعة المون والإيرث، هنقول because the gravitational field intensity changed from one planet to another، لأن الفورس بتاعة الاتراكشن بتختلف. هنجمع بقى كل اللي احنا قلناه عن الماس والويت في comparison. As a definition, mass is the amount of matter that object contains, while the weight is gravitational force that Earth exert on the object. According to the measuring unit, الماس measured in kilograms، لكن الويت measured in Newton. As a mathematical law, mass equals weight over gravity، لكن الويت equals mass times gravity. According to change in the magnitude with the changing position أو place أو planet، magnitude of mass doesn't change with the changing position، يعني remains constant، while weight its magnitude changes with the changing body's position from one place to another. آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة as an application إن الانجينيرينج ديزاين، يعني لما بيجوا المهندسين يصمموا بالذات بريدجز كباري، لازم يبقى فيه understanding للفيزيكس and mathematics. ليه لازم يركزوا في الماثيماتكس والفيزيكس؟ to prevent them from collapsing، عشان البريدج ده ما يحصلوش collapse due to the earth's gravitational pull on the large masses. ففي ماسس كبيرة جدا بتبقى على البريدج دي، فعلشان ما يحصلوش collapse هم محتاجين يعملوا ايه بقى؟ required choosing suitable strong materials during designing the bridge، يعني لازم يختاروا مواد تكون مناسبة لعمل البريدج ده and distributing loads on the bridge foundations، يعني ويعملوا توزيع لللود أو الأحمال اللي هتبقى موجودة على البريدج ده في الأساسات اللي هم بيعملوها للبريدج. وبكده يا شباب يبقى خلصنا الحمد لله يونت 2. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وإحنا بنحل أسئلة على اليونت دي. أشوفكم على خير.